السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الطبق ديال اليوم ان شاء الله عباره على اللحم مرافق بالخضره، واللحم طيب بطريقه مختلفه وكيجي رائع. نبداو على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير في ان واحد. غادي ناخذ اللحم على حسب عدد الافراد، نديروه طنجره ديال الضغط، ثم غادي نضيفوا ليه البصله. انا هنا حيت عندي بصله شويه كبيره قسمتها على جوج، الا كانت بصيله صغيره ديروا جوج كركوبات ديال البصله صغار. ضفت القليل من الجزر، ثم غادي نضيف الثومه. ما غاديش نطحنها ولا نحكها، درتها هكاك في الصوص. وغادي نضيف عرش اليازير، كيعطي واحد الطيبه رائعه للحم، وكيجي حتى اللحم يعني مختلف على الطرق الاخرى. غادي نضيفو من طبيعه الحال الملح حسب الذوق، ثم غادي نضيفو الماء، وفي الاخير غادي نضيف حتى البزار. بالنسبه للماء كيختلف على حسب اللحم كيفاش عندكم. كاين اللحم اللي كيكون في التدغيه كاين كيطيب، وكاين اللحم اللي كيكون شويه كبير كيحتاج طياب بزاف. فلهذا عينكم ميزانكم في الماء، وكتسدوا عليه طنجره الضغط وكتخليوه يطيب. فهاد الاثناء انا درت الخضره كلها كتسلق. عندي البروكولي، عندي البطاطا، عندي الخيزو، عندي الروز، وهنا الفلفله كنشويها حتى هي باش نشحرها. راه كلكم كتعرفوا كيفاش تفوروا الخضره اولا تسلقوها وتشحروها باش كنرافقوا بها اللحم، باش ما نطولش عليكم الفيديو. يعني راه معروفه الطريقه ديال تشحار الخضره، كان سبق لي وشاركتها معاكم. الا بغيتو مره اخرى نعاود نشاركها ماشي مشكل. هنا اللحم من بعد ما طاب كندخلو الفران باش كيتحمر ليا، ومني كنخرجوه كيخرج على هذا الشكل محمر رائع، وكيجي طايب يعني زبده. وحتى البنه كتجي بنه لا تقاوم. ان شاء الله غادي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كيجي بنين وكيجي في طايب فتي، مختلف شويه على الطرق الاخرى، ما فيها بس نوعو مره. صافي هنا كنوجد الطبق ديالي. حطيت اللحم الوسط، وغادي نرافق بالخضر في الجناب كيف المعتاد. هنا ضفت الخيزو. هنا الخضره مشحره غير بالقزبور والملحه والبزار والقليل من الثومه. وبالنسبه للفلفله راه درت لها حتى هي شويه ديال الكمون والزيت، وشحرتها حتى هي مع العطريه. صافي هنا كنقاد الطبق ديالي. كل سيده كتفنن تزيين الاطباق ديالها. هذه بطاطا حتى هي ملي تسلقات شحرتها. الا بغيتو تقليوها اولا تدخلوها الفران ماشي مشكل، حتى في الفران كتجي بنينه ورائعه. فقط انا كنعطيكم كفكره، وانتم كتكملوا يعني من راسكم، وكتزينوا الطبق ديالكم على حسب الذوق ديالكم. هذا الروز من بعد ما سلقته شحرته مع شويه ديال العطريه والقزبور والمعدنوس والفلفله، شحرته مزيان حتى طاحت لي ديك الفلفله. عاد خلطت مع هذاك الروز كيجي بنين. ان شاء الله مازال غادي نشاركو معاكم. ضفت كذلك حبة البروكولي، حتى هو كيجي بنين وصحي. اللي متوفر عنده، اللي ما متوفرش يكتفي بالخضر اللي عنده، ماشي ضروري تكون هاد الخضره كامله. وهنا الخيار فقط للتزيين، كيعطينا حتى هو منظر وما فيها بس منعش، يعني كتحتاجوه حتى هو مع الخضره. صافي كان هذا هو الطبق ديالي النهائي، وهذا هو الشكل ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوه وتردوا عليا في الكومونتير كيف جاكم، حيت اكيد غادي يعجبكم بزاف. جربوه بهذه الطريقه وغادي ينال الاعجاب ديالكم، وغيولي معتمد عندكم. وهذه الفلفله من بعد ما شحرتها حتى هي درتها الوسط، ما بغيتش نديرها في الجناب حيت كتطلق داك الماء. درتها الوسط هكا في الطبيصين. وكان هذا هو التزيين ديال الطبق ديالي. رافقته بالملحه والكمون، كيجي رائع وبنين، وحتى ديك الخضره كتجي بنينه مواتيه. والطبق حضريه لعائلتك ووجهك حمر، يعني كتغيري لهم شويه، حيت حنا عارفين ديما اللحم بالبرقوق يعني طبق هذا ديال الضياف دائما. ولكن جربي هاد الطريقه ان شاء الله وغادي ينال الاعجاب ديالكم. حتى هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه. والناس اللي مازال ما تابوناوش عندي تنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، وزيدوا شجعوني ودعموني. وكنتمنى الفيديوهات اللي كنحط لكم يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، وما نكونش ثقيله على قلبكم. ان شاء الله مزيد من الوصفات يعني والاطباق الرائعه
اكيد غادي نشاركها معاكم. شوفوا اللحم هنا كيفاش كيطيب، زبده رائع. وحتى ديك البنه ديال اليازير كتجي خطيره خطيره. حتى هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. خليتكم في راحه الله، مع السلامه. وما تنساوش دعمونا بلايك واشتراك فضلا وليس امرا. خليتكم في راحه الله، مع السلامه.